السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد مصطفى، ودوت ريكورد للعبة أمبرساند 1. اللعبة دي كنت شغال عليها في شركة اسمها جي جي اند جريس انترناشونال. شركة دي بتشتغل في الهوسبيتاليتي والفنادق والحاجات دي. فديت أول لعبة في ار نعملها على انريل انجن. في اللعبة دي حاولت أخلي اللعبة انتراكتيف. فمثلا الري اللي خارج من ايدك دوت، انت ممكن انتراكت بيه بانك تقفل النور وتفتحه زي ما عملنا، او ايدك ممكن تمسك بيها كتاب فالكتاب يتفتح، واول ما تسيب الكتاب بيقفل تاني. وتقدر تليبورت من مكان للتاني، بتتحرك وتقدر برضه تتحرك بانك تمشي في مكانك، لان اللعبة ديت في ار فانت بتبقى لابس النضارة وتقدر تتحرك. والاوبجكتس زي الكوبايات او الاطباق او الحاجات ديت كليات ممكن تنتراكت معاها بانك تمسكها، انك تسيبها، انك تحدفها، انك تعمل كل الكلام دوت. وفي فيتشر مثلا هنا عملتها زي كأنها ليفل صغيرة قوي، بان انت مثلا عندك زي تشيكر وبتجيب حتتين فاكهة بتحطهم جواه كأنهم اتعصروا لحد ما يتملي. وعندك كوباية تانية، الكوباية ديت انت زي بتزينها، بعد كده تقوم مفضي اللي تشيكر فيها، التشيكر اللي هو جواه العصير. حطيت مثلا ليمونة فتحطت شمسية، شفاطة، حتة نعناع، كل الكلام ده. وتمسك الشيكر وتقوم مفضيه جوه فتتفضى. يعني انا كده دلوقتي ماسك الكوبايه وعمال اتليبورت في الروم اللي معموله. هما طبعا اللي عاملين كل ال 3 دي موديلنج في الروم ديت. الاكستيريور عباره عن جبال تلج. الروم ديت معموله في environment بتاعت شتاء وتلج ورياح والكلام ده. وديت فيتشر تانية برضو ضفتها، ان انت ممكن تمسك كوبايه القهوه. يعني ديت مكنه القهوه، انت بتمسك الكوبايه بتاعه القهوه تقوم حاططها تحت المكنة أو جواها وتدوس على المكنة من فوق، بتنزل القهوة من المكنة وبتبتدي تملى الكوباية. الكوباية طبعا بتتملي حتة حتة، ما بتتمليش مرة واحدة اهو، يعني القهوة كده عمالة تزيد. طبعا ممكن تحط أي كوباية عادي، هي مش كوباية واحدة، هي بس الكوباية اللي ورا كنت حاطط لها اوتلاين عشان بس تعرف ان الفيتشر دي موجودة. انت بقى ممكن تجرب مع اي كوباية تانية عادي ونفس الافكت هيشتغل. البروجكت دوت كنا اشتغلنا عليه من اول شهر 7 2022 لحد شهر 9. هو لحد شهر 9 لحد ما وصلنا للريزل دوت. ورحنا بيه ايفنت في دبي، اسمه فيوتشر هوسبيتاليتي سامت، كان في 2022 برضو، في شهر 9 في سبتمبر. فهو اشتغلنا شهرين وحضرنا بيه الايفنت دوت. ديت فيتشر تانية برضو، يعني ده المفروض زي كأنه بانيو، وديت الحنفية بتاعة البانيو. فانت لما بتلمس الحنفية، البانيو المايه اللي فيه بتبتدي تزيد. طبعا الافكت هنا كان فيه مشكلة تقريبا بسبب البيلد، ان الشيدر ما تعملوش كومبايلنج. بس هو في العادي يعني كان فيه زي مايه بتنزل من الحنفية دي. وحتى البطة انتراكتبل.
والحنفيات دي برضو المفروض ان برضو بتنزل ميه، بس الشيدر تقريبا ما تعملوش كومبايلنج كويس في البيلد. الباب هنا بيتفتح لما انت بتقرب منه اوتوماتيك. اهو الري اللي خارج من ايدك ممكن تنتراكت بيه مع اليو اي عشان ايه؟ يجيب لك زي هنتس كده، تقول لك تعمل ايه، تديك داتا، تحكي لك عن الروم ديت. برضو المفروض ان هي بتنزل ميه، بس هو ايه الشيدر بتاع الميه ما تعملوش كومبايلنج. في ريكورد تاني وهو كان معمول له كومبايل، كان شغال عادي، بس الكواليتي بتاعت الفيديو مش احسن حاجه. الزرار على اليمين دوت بيخلي الازاز بيتحول لفروستد او عادي. فروستد اللي هو ايه، لو انت مثلا هتستحمى او حاجه، فالازاز يبقى ايه، عازل كده مش شفاف. لكن لو انت خرجت مثلا او الحمام فاضي، لا يرجع ازاز تاني. طبعا كل ده من الزرار اللي في الحيط اللي هو ده. ودوت حمام، موديل الحمام برضه. ديت الدريسنج روم. ودوت السرير. وديت برضه فيتشر تانية، إن التلفزيون اول ما بيطلع التلفزيون بيشتغل لما انت بتinteract معاه بالري اللي خارج من ايدك. واليو اي دوت بتقدر تطفي النور وتطفيه، تطفي النور وتشغله. والتلفزيون برضه لو عملت معاه interact تاني بالري اللي خارج من ايدك هينزل تاني تحت الارض. ودي برضه حاجة من الحاجات الايه اللطيفة اللي كنا اشتغلنا عليها. طبعا في كذا environment، مش environment بتاعت التلج بس. وديت زي ميني جيم، يعني دول موديلز لايه لدباديب. هي الدباديب ديت كانت مارك للشركة، كانت عاملاهم في كذا بروجكت قبل كده. هوريكوا الميني جيم في روم تانية، يعني هشغلها. ديت environment تانية خالص، معمولة زي كأنها في جبال، في صحراء، في الجو اللي هو ايه، مش الصبح، لا اللي هو الفترة بتاعت المغرب ديت. ولو خدتوا بالكوا احنا ازاي رحنا من ليفل ليفل، بدل ما تقفل اللعبة وتفتحها او تدوس على زرار، عملنا زي مودلز كده فوق الترابيزة ليه علامة الاند اللي هما المنورين دول. الاند ديت او اللي هي الامبرساند، هي ديت زي السيمبل بتاعة الشركة اللي هي جي جي اند جريس. فلما انت بتلمسها بتinteract، بتحولك يعني لايه، لليفل تاني. طبعا انا ممكن ازود واقلل الوقت اللي الكوبايه بتتملي فيه، يعني انا عامله 10 ثواني، عشان كده ممكن تحس انها ايه، بطيئه شويه. طبعا احنا اللي غيرناه مش اللايتنج بس، لا احنا غيرنا برضو في الكراسي والسراير والحاجات ديت، والكنب، كل ده اتغير. يعني عاملين فيرجن تاني للي هو المود بتاع التلج، وفيرجن للمود دوت بتاع السانسيت والجبال والحاجات دي. بس طبعا بالليل مخلي اللمض اللي هي المنورة الكور ديت، مخليها الفايب احلى بكتير طبعا.
المهم ديت كانت اول لعبة في ار اعملها على انريل انجن. كان اول مرة اصلا اتعامل مع البلو برينتس في انريل. يعني قبل كده كان ممكن ايه، بقعد مثلا احط اكتورز في كل حتة وخلاص، زي كأني بعمل ماب وخلاص، لكن ما كنتش جربت اشتغل على البلو برينتس قبل كده. فبدأت فيها بشهر 7، ودوت الريزلت بتاع شهرين. يعني هنا كان بقالنا شهرين بتعلم وشهرين بشتغل. عملناهم مع بعض، وحاولت اضغط نفسي في الشغل عشان نعرف نطلع برودكت نروح بيه الايفنت اللي انا قلت عليه اللي هو في دبي ده. والحمد لله يعني عجب الناس لما جربوه هناك. طبعا البروجكت معمول على نظارة HTC Vive اللي هي برو 2. النضارة ديت مش عارف موجودة في مصر ولا لأ، بس هي قليل قوي لما تلاقيها موجودة في حتة، لأنها بتحتاج كاميرات معينة كده عشان تشتغل. ودوت ميني جيم اللي أنا كنت عاملها، إن أنت بتمسك مسدس وبيبقى عندك زي تايمر كده، وعلامة الأمبرسنت موجودة في إيه، في شوية نقط حواليك يعني طايرين. وأنت كل ما بتهت واحدة بالمسدس السكور بتاعك بيزيد. يعني اللي فوق ده التايم، واللي تحت ده السكور. كل ما بيخبط كورة السكور بيزيد 10. التايمر هيخلص دلوقتي. اهو ديت زي مسج كده بتطلع لك في النضارة، بتبقى شايفها قدامك يعني. طبعا كان اول مرة اتعامل مع الماتيريالز بتاعت انريل، مختلفة تماما واحلى من الماتيريالز بتاعت يونيتي. يعني كان برضو يونيتي ما كنتش شغال حتى على الشيدر جراف، كانت الماتيريالز بتعامل معاها عادي بالديفولت بتاعها، بحط التكتشر والنورمال والكلام ده. بس هو الشيدر جراف اتعلمته اصلا بداية على انريل. هنروح بقى لاخر مود، وهو يعتبر المود الاساسي اصلا اللي احنا عاملين عشانه الروم ديت، الهاوس كيبر مود. هو ما كناش عاملين لودنج ما بين كل سين والتانية، فعشان كده تحس ان هو بينقل مرة واحدة. في المود دوت زي ما الرسالة بتوضح، المفروض ان انت عندك زي روم متبهدلة، شوية مخدات على الارض، الهدوم مرمية، الشباشب مش في مكانها. فانت المفروض بترجع كل حاجة في مكانها، حلو زي كده. وعندك تايمر، المفروض ان انت تودي الحاجة قبل ما التايمر يخلص. اول ما بتمسك اي اوبجكت في زي مكان الاوبجكت دوت بيتعمل له هايلايت عشان تعرف المفروض تحط الاوبجكت دوت فين. ده التايمر وده السكور بتاعك. وطبعا انت ممكن ايه التايمر يعدي من غير ما تكون حطيت كل الاوبجكتس. ساعتها هل هتخسر؟ لا، هو بيديك زي ريتنج من 5 نجوم. يعني لو انت حطيت كل الاوبجكتس قبل التايمر ما يخلص هتاخد 5 نجوم. حطيت مثلا نصها هتاخد 3 نجوم. حطيت اكتر من نص، اكتر او حوالي 3/4، 4 نجوم، وهكذا. ومع كل ريت المفروض ان هو بيديك زي ايه، زي جملة تحفيزية ان انت المفروض مثلا ايه تشتغل اكتر، او ان ديت مش شغلانتك، او ان انت كويس في الفيلد دوت. ديت فوطة برضو، تمسك الفوطة تقوم ايه مرجعها لمكانها، وده روب.
كده هو بيدور هل في حاجة ناقصة او لأ. طبعا البطة دي مش تاسك عادي، هو مسكها وخلاص. كده انت خلصت 9 تاسكات من ال10. فلما تخلص ال10، يعني دي اخر واحدة، هتلاقي ايه؟ التايمر وقف، هيقولك انت خلصت في قد ايه. اهو يعني بيقولك انت جبت 5 نجوم، وان انت ايه يعني، في العادي المفروض انك تشتغل في فندق، الفنادق هي ال5 نجوم. وده التايمر بتاعك كان فاضل فيه 40 ثانية، وان انت عملت الايه 10 من 10 كل التاسكس قبل الوقت ما يخلص. وبس، وهو ده البروجكت، او البروجكت على انريل انجن للفي ار. سلام.